الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاعر كثيرة في قلبي، ما أدري ماذا أقول في ال5 دقائق الذي ضيقتنا بها. جزاكم الله خيرا. لا، لن أتجاوزها بإذن الله. هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الغريب، هذا الرجل النادر، هذا الرجل الذي صنع الأعاجيب، فتح الله كورن. تحيرت في شخصية هذا الرجل بعد طول تأمل في ال3 الأيام الماضية. وجدت أن هذا الرجل ألخص كلمات في وصفي له: الإخلاص، الصدق مع الله عز وجل، ولا نزكيه على الله. خطوة بخطوة جعل النبي صلى الله عليه وسلم القدوة التي له. استشعرت معنى الأمة الواحدة، لم ينكفئ على نفسه، لم كما ذكر أخي الحبيب يشغل نفسه بالمؤامرات والمشاكل، بنى نفسه كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم، بنى صحابته كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. تأملوا معي: قيام ليل، بكاء، انكسار، تذلل بين يدي الله عز وجل، قلب صادق لا يريد الدنيا، همه الأكبر أن يرضي الله عز وجل، فأكرمه الله عز وجل بفتوحات، فكان حقا فتح الله. وسأبرهن على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لمن تأمل في سيرته 12 عاما في مكة، ماذا كان يصنع؟ كان يربي الرجال. ربى من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وأبا عبيدة وطلحة. من هؤلاء الرجال؟ هم الذين قادوا الفتح بعد ذلك. ففتح الله ربى رجال هم الذين وصلوا إليكم أجمعين. يا أحبتي، لا نصر لهذه الأمة ولا تمكين إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والإخلاص والصدق والانكسار والتضحية لله عز وجل. تعلمت أمور كثيرة، في هذه الأيام. كنت أقرأ في طفولتي سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما كلكم قرأتم، وكانت العبرات في كربه صلى الله عليه وسلم عندما توجه إلى الطائف. فقد من؟ فقد أقرب الناس إليه خديجة. فقد من؟ عمه أبو طالب. اتجه إلى من؟ اتجه يبحث عن النصرة. من يصبر؟ لكن الله عز وجل أراد أن يربي هذا النبي العظيم، فخرج من الطائف حزين كثير لوحده لا أحد معه، وأخذ يخاطب ويناجي ربه. ويأتي ملك الجبال يقول: هل أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال: لا، عل الله، وانتبهوا لهذا المعنى، أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، فكان هذا الخير في العالم بأكمله. يا أحبتي، نحن نحتاج هذا المعين، نحن نحتاج إلى التضحية
الحق. عجبتني كلمة الخدمة. والله ما أحوجنا إلى أن نخدم أنفسنا قبل أن نخدم الآخرين. نحن عندما نخدم الآخرين لله عز وجل نخدم أنفسنا، نربيها، نرفع مكانتها بإذن الله عند الله عز وجل. ما قيمة هذه الحياة إذا لم تكن في طاعة الله؟ لماذا خلقت أيها الإنسان؟ الله عز وجل لخص خلق في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما كلفك بالرزق، فانظر إلى نفسك كم من الوقت تضيعه من أجل الرزق، وانظر إلى نفسك كم من الوقت تقدمه لأخراك، انكسار وتذلل وتضحية وبذل لله عز وجل. 5 نقاط أوردها باختصار في هذا الرجل العظيم الذي تعلمت منه في هذه الأيام، وتعلمت أشياء أخرى لكن سأكتفي بهذه ال5. الأمر الأول كما ذكرت الصدق، فهل نحن صادقون مع الله؟ والله لو صدقنا الله لصدقنا، والله لو صدقنا الله لصدقنا. قتلنا الرياء، الظهور، حب الذات. هذا الرجل العجيب يتذلل، ينكسر. كم حظنا من قيام الليل؟ أنتم أيها الدعاة الآن، أنا أخاطب دعاة ما أخاطب عامة. كم حظ كل واحد فيكم في ظلمة الليل؟ كم عبرة تقطر بين يدي الله عز وجل؟ كم للأسف حالنا يبكي والله. ثم نريد النصر. من أين يأتي النصر؟ إذا أردنا هذا الطريق لابد من الأمر الثاني الذي تعلمته من هذا الرجل: التضحية بكل معاييرها. التضحية بالوقت، التضحية بالمال. فصنع رجال أمس كنا معهم، كنت أحلم، ما كنت أتوقع أني أنا سأرى في حياتي رجل ينفق كما أنفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله. رأيت أمس رجل أنفق كل ماله، ربى رجاله على التضحية. فربوا رجالكم، وقبل أن تربوا رجالكم ربوا أنفسكم على التضحية لله عز وجل. ربح البيع. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب صهيب: ربح البيع أبا يحيى، فمن ضحى لله إن الله اشترى من المؤمنين ماذا؟ أنفسهم. بدأ بالنفس، وهذا الموطن الوحيد الذي قدم الله عز وجل النفس على المال وأموالهم، بأن لهم ماذا؟ الجنة. الله أعطاك هذا النفس وأعطاك هذا المال، فتبخل لماذا؟ النقطة الثالثة: الخدمة. تخدم من؟ تخدم لله. تعطي وقتك لمن؟ لله. نكران الذات. أنا أتعجب من أساتذة في الجامعة يخدموننا، والله متعجب، لأني زرت جامعات كثيرة أكثر من 50 دولة، لا عدد ولا أستطيع أن أحصيها الجامعات التي زرناها. دائما أساتذة الجامعات ينظرون إلينا من برج عاجي. لما؟ لأنهم أهل تنظير. لكن في هذا المكان لا، رأيتم أهل خدمة لله عز وجل. فإذا أردت الفوز اخدم نفسك لله، لا تخدم غيرك. تعلمت قبل الأخير من هذا الرجل أنه في الدنيا لا مستحيل، ما في شيء اسمه صعب. وكانت هذه همة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل كل ضيف إلى كل مكان، إلى الفرس، إلى الروم، إلى اليمن،
ما كان أحد يقول أنا لوحدي في الطريق، كيف أمضي؟ لأن الهم كان هم عظيم في قلوب الصحابة، فنشروا هذا الدين في كل مكان. تعلمت من هذا الرجل مفهوم كنت أسمع في كتاب الله عز وجل، وعملت في منظمة أكثر من 10 سنين، شعارها هذا الشعار، لكن رأيتها بعيني في هذا المكان: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله، ما أحوجنا لهذا المفهوم، ما أحوجنا لهذا التعامل، ما أحوجنا أن ندعو بعضنا البعض بالحكمة ليس الآخرين. نحن قسونا على بعضنا البعض، وسامحوني في كلامي، لكن كلام من القلب، أسأل الله أن يكون خرج من القلب ليصل إلى القلب. يا أحبتي، الأمة لن تعود إلى مجدها إلا كما قال عمر: نحن أمة أعزنا الله بهذا الدين، فمتى ما ابتغينا العزة بغير هذا الدين أذلنا الله. سنين طويلة ونحن نبحث عن العزة والنصرة والتمكين والعنفوان وإلى غير ذلك، شيوعية، ليبرالية، علمانية، كل التيارات شاركنا فيها، وبعدين لا يصح إلا الصحيح. أختم حديثي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم ركز في السنوات الأولى على تربية جيل يتحمل المسؤولية. نصيحتي لكم: ركزوا على الأجيال حتى تتحمل المسؤولية. أنتم رسل في كل أصقاع الدنيا، من أفريقيا، من أوروبا، من آسيا الوسطى، من العالم العربي. لن نفلح إلا إذا سلنا بنفس الطريق الذي مضى فيه الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واعذروني على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.